النهارده فلوج جديد مع بيتزا كوين. النهارده هم عاملين حاجة جديدة، احنا متعودين على واحدة وعليها واحدة مجانا. النهارده الموضوع مختلف، النهارده احنا في فرع النقل والهندسة اسكندرية، بجد من أجمل الفروع. يلا بينا. رُحنا طبعًا وطلبنا المنيو، مع إن إحنا تقريبًا عارفين هنطلب إيه، بس كل مرّة لازم نطلب المنيو عشان خاطر نشوف لو في حاجات جديدة نزّلوها. هما دايما بيعملوا حاجات جديدة وبيحطوها في المنيو، بس طبعا بيتزا كوين يعني بيتزا. بصوا أصلا شكل المنيو اتغير على فكرة، وفي حاجات كتير قوي حلوة، وفي إضافات كتير قوي فاطمة تقولكوا عليها. عملوا حاجات كتيرة، غيّروا في الباستا. طبعًا أنتم عارفين إن هُم على طول عندهم اللازانيا، المرّة دي هُم حطّوا باستا سي فود وحطّوها بالبنة وحطّوها بالسباجيتي dishes، وفي وجبات للأطفال، وفي كمان المقبّلات، وطبعًا في desserts وفي sandwiches وفي كمان مشروبات. كل حاجة هتلاقوها تقريبًا ما فيش حاجة بيتزا كوين ما بتعملهاش. طلبنا الأوردر بقى وخلاص، احنا عارفين العرض اللي احنا جايين علشانه النهاردة بالذات. وانا قمت كده بقى عشان خاطر اتفرج شوية على الفرع، لانه بيقولوا ان ده احسن فرع موجود في اسكندرية. هنا الفيو بتاعه على فيو نادي سموحة. الناس اللي راحت الفرع عارفة الكلام ده كويس قوي. قعدت الف كده في الفرع، وانا هحب اصور قوي اي حاجة موجودة. عاجبني قوي اللوجو اللي هم عاملينه، شكله حلو قوي، وطبعا احنا متربيين عليه من واحنا صغيرين. ودلوقتي فاطمة بقى قررت تقوم تاخد السلط. انتوا عارفين فاطمة في السلط بتاع بيتزا كوين او في اي مكان هي لازم تعمل تفاصيل التفاصيل. لو اول مرة تشوفونا بقى، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك واعملوا شير لاصحابكم عشان يوصلكوا كل فلوج جديد. وكمان صفحة الانستجرام والفيسبوك والتيك توك هتلاقوا كل الفيديوز عليها، بس فيديوز شورتس كمان كتير قوي. طبعًا أنا لا يمكن أروح بيتزا كوين وما اطلبش السلطة. السلطة بتاعتهم مميزة جدًا، وباحب تقريبًا أطلب من كل حاجة. يعني أنا تقريبًا طلبت يعني من الcoleslaw، طلبت من سلطة الحمص. باحب أوي سلطة الفاصوليا بتاعتهم، سواء البيضا أو سواء الحمرا. هُم بيعملوا السلطات بطعمها بيكون طعمها غريب كده وطعمها فظيع. وطلبت كمان طبعًا في برضه مخللات. في كمان كانوا حاجة عاملينها كده غريبة كده، كانوا عاملين زيتون بصوص كده الكاتشب. بُصّوا هو كان فظيع، وطبعًا البطاطس اللي بالمايونيز. كل حاجة كانت فظيعة. من اكتر الحاجات اللي احنا بنحبها بقى في السلط، في عيش كده صغير كده بيبقى مقرمش قوي، وبيحط لك عليه بقى الصوص اللي انت عايزه اللي قدامكوا ده. ونبتدي نختار بقى الصوص. احنا اخترنا صوص الطحينة لان احنا بنحبها قوي. وهنا بقى بدأ ينزل لنا الorder اللي إحنا طلبناه. نزل لنا أول حاجة اللي هو الخبز اللي هو بالتوم والجبنة الموتزاريلا والزبدة، وكمان السمبوسة اللي كانت بالجبنة واللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة كمان كان معاها جبنة. استنوا، الوحش وصل، البروموشن وصل. البيتزا اللي احنا طلبناها في العرض اللي هنقول لكم عليه كمان شوية وصلت، زي ما انتم شايفين الشكل قدامكم. انا بالنسبة لي دي اكبر بيتزا في مصر. طبعا دي تشيكن وينجز، يعني لازم الاكل ده لازم يتشمر له بقى. يعني انا قررت هنا بقى خلاص هشمر. تمام. فاطمة بقى هتبتدي بالخبز بتاعها اللي هي بتحبه ده. خبز اللي هو بالثوم والزبدة والموتزاريلا، ده من أكتر الحاجات اللي أنا باحبها جدًا، جدًا في بيتزا كوين. هُم بيعملوه كده محمّص ومقرمش، فيه جبنة كده وطعم الزبدة باين فيه. هو الصراحة بيبقى فظيع، بجد لازم لو حد ما جربوش لازم تجربوه. هو عجبني قوي 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 قوي، كان بجد اليوم ده طعمه حلو. انا بصراحة يعني ممكن اديله 10 من 10. وأنا كمان أدّي له 10 من 10، بجد هو تحفة. يالّا بينا بقى ندوق السمبوسة. انا ماليش في السمبوسة قوي، عشان بس نبقى متفقين، يعني مع كل الاحترام ان هي حلوة وجميلة. بس اي حد بيحب السمبوسة هتعجبه جدا جدا جدا. بس انا كسعيد يعني not interested خالص بالسمبوسة، يعني هتلاقوني حتى ببص لها كده. ايه ايه عايزة مني ايه؟ أنا عن نفسي باحب السمبوسة جدًا، بس أنا مش باحب أوي السمبوسة الصراحة اللي باللحمة المفرومة، بس هُم كانوا عاملينها تحفة، وكمان حاطين عليها جبنة. فهي الصراحة بالنسبة لي كانت perfect، فظيعة، فظيعة، فظيعة. وهنا بقى هندوق الchicken wings. أي حد بيحب الchicken wings، وكمان بينزّلوا لك معاها 2 صوص. سعيد بقى هيدوقها كده ونشوف. فاطمة بقى تخصص فتح حاجات، يعني هي مش لاقية أي حاجة على الترابيزة تفتحها عشان تحس إن هي اللي طبخة، فلقيت الصوص ففتحته. طبعا أنا مع التشيكن وينجز ده، أنا ده فيه حب، يعني أنا بحبها جدا. فاطمة ملهاش فيها خالص، حتى لما بنجيبها في البيت في أي حاجة مش بتاكلها.
انا عايز انط، انا انا عايز اسيب اللي في ايدي كله وعايز انط في البيتزا دي. انا مستني اللحظه الحاسمه اللي جايه، في لحظه حاسمه كده. بجد يعني الموضوع انتوا مش متخيلين اصلا سلايز البيتزا ده عامل ازاي. يعني هتشوفوا دلوقتي الموضوع جامد جدا يعني. بصوا، هي التشيكن وينجز كانت كريسبي جدا وكان طعمها حلو وكانت سبايسي كده شوية. بس يعني انا اللي عندي مشكلة، انا مش بحب التشيكن وينجز، بس هي كطعم كانت حلوة جدا. بجد كانت فظيعة. انا هموت واجرب البيتزا انا يعني. مش عارف ابدا ازاي. يعني انا بقى قاعد جنب فاطمه دلوقتي بقول لها يلا بينا، انا هنط جوه بقى يعني خلاص. هي بتقولي ناكل سلطه، قلت لها لا 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 لا، انا هنط، هتيجي معايا ولا لا؟ فطبعا سابت السلطه في حالها دلوقتي وبدات تيجي معايا. بصوا بصوا بقى اللقطه دي بصوا اللقطه الحاسمه بقى يعني. بصوا بصوا. السلايز عامل ازاي يا جماعة. لا لا لا، بصوا الموضوع. لا، بصوا قربي قربي يا اسراء كده، قربي. ايوه. بصوا الموضوع جميل بصوا ازاي. لا 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 لا. فظيع فظيع فظيع. هقول لكم على البروموشن، استنوا اقول لكم العرض بتاع البيتزا دي. البيتزا دي تكفي اكتر من 4 افراد من وجهة نظري. وهقول لكم الموضوع ايه. لا 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 لا. لا لا، فاكره بصوا. فاكره اللحظه دي كانت عامله ازاي، كان لا لا، الطعم عامل ازاي. رهيبة رهيبة. بص فاطمه ماسكاها كانها ماسكه بيبي، يعني الموضوع بجد كبير يعني. بجد حلوه قوي. لا، هي فظيعة فظيعة فظيعة. مع تيست بقى بيتزا كوين كمان. يعني الموضوع بجد يعني انا مش عارف اقول لكم ان انا فعلا ما كنتش قادر. يعني انا باكل فيها وعايز ادوق بقى طبعا باقي الحاجات اللي هو تقريبا موجوده. يعني احنا تقريبا شبعنا من سلايز واحد يعني. لا بس انا لسه هاكل بس التشيكن رانش. التشيكن رانش اللي انتوا شايفينها دي في حتة تانية خالص بقى. يعني اللي يروح لازم يطلب جزء من البيتزا دي التشيكن رانش. وعلى ضمانتي فاطمة مصممة بالسلطة، وانا بقول لها تعالي يلا بينا ندوقها، لان انا بصراحة بحبها قوي. سلطة بيتزا كوين في حتة تانية غير التانيين. تصدقوا بقول شعر. طبعا طبعا لازم اول حاجة طبعا لازم ادوق الحمص، لان انا من اكتر السلطات اللي بحبها هي الحمص. بجد السلطة بتاعتهم طعمها ما بيتغيرش من واحنا صغيرين، بنفس الكواليتي بتاعت زمان. بجد تحفة. والعيش المحمص بتاعهم ده جديد، بس رهيب رهيب، سخن كده ومقرمش. فظيع. لا انا بجد يا الكول جماعة. سلو والزيتون، الزيتون اللي بالكاتشب اللي عليه صوص الكاتشب ده، انا بدات افكر اعمله في البيت. دي البطاطس اللي بالمايونيز اللي انا بعشقها، بحبها جدا. هتلاقوني ببص على طبق السلطه وباكل منه مع فاطمه مهاودها، بس انا عيني في البيتزا يعني. وهتشوفوا دلوقتي عيني في البيتزا هعمل ايه. يعني الموضوع برضو مش جاي معايا قوي. فاطمه يلا قولي لهم بقى على العرض اللي هيروحوا يلاقوه هناك. بصوا، هي البيتزا دي اسمها بيتزا السوبر جامبو. البيتزا دي تقدروا ان انتوا تختاروها نص ونص على حسب ما انتوا عايزين. بس الاوفر ده موجود ايام الحد والاثنين والتلات والاربع بس. وبينزل معاها لتر كوكاكولا زي ايوه اللي اللي هي احنا بتشربه ده، ايوه. بنشربه ده. وكمان بينزل معاها الخبز اللي هو بالثوم والجبنة الموتزاريلا والزبدة. بجد روحوا واطلبوا الاوفر ده، بجد تحفة تحفة تحفة. اوعوا تروحوا اقل من 4. يعني دي نصيحة عشان تبقوا عارفين. عارفين الاوفر ده بكام؟ الاوفر ده ب299 جنيه بس. 299 جنيه ممكن يكفي 4 افراد وهتاكل احلى بيتزا. بصوا بقى التشيكن رانش بقى اللي قلت لكم، اللي وعدتكم ان انا مش هروح من غيرها النهارده. بصوا التشيكن رانش، بصوا اللقطة دي. لا لا، كلي انتي الاول. لا بصراحة كانت تحفة. اي حد بيحب التشيكن رانش ما ينفعش ان انتوا تفوتوها، بجد فظيعة. فوق 10/10. يعني انا بجد لو عايز اقول لبيتزا كوين انا اقول لهم شكرا شكرا. فوق 10/10. مش قادرين بجد، البيتزا كبيرة قوي. احنا الاتنين وكان معانا اسراء، ما قدرناش نخلص نص الاكل. عشان كده بقول لكم اوعوا تروحوا اقل من 4. اقل من 4 افراد البروموشن ده هيبقى كبير قوي عليكم. البيتزا طعمها حلو قوي. الخبز ده عجبني جدا كانت جدا تحفة جدا. تحفة تحفة. احلى حاجة في بيتزا كوين ان هما الكواليتي بتاعتهم ما بتقلش خالص عن زمان، هي بالظبط. وبجد كانت كل حاجة تحفة، والمكان نظيف جدا، والستاف فريندلي جدا وبيساعدنا بطريقة فظيعة. ودي طبعا من اكتر الحاجات اللي احنا بندور عليها في اي مكان بنفكر ناكل فيه. وخليناهم طبعا لفونا باقي الاكل تيك اواي. استنونا في كل فلوج جديد. باي باي باي. باي.